خير يا فندم، في ايه؟ البي ده كل ما اطلب حاجه انا والمدام يقول لي انها مش موجوده. الله، طب ما تقفلوها احسن بقى. يا شيف الاستاذ طالب محشي ومسقعه، واحنا النهارده مشغلين المطعم الايطالي، والحاجات اللي هو عايزها دي في المنيو الشرقي، يعني يوم الجمعه وبس. والله يا حبيبي الكلام ده انا ما افهموش، طالما موجود في المنيو اللي قدمته لي يبقى عليك انك توفره لي، او على الاقل انك تقول لي قبل ما اقعد، وعليا ان انا اختار مش تفاجئني. يا فندم دي الرولز. خلاص يا ابراهيم، حضرتك معاك حق، احنا اسفين جدا يا فندم. حضرتك ابراهيم ده لسه متعين جديد، ما يعرفش ان احنا ممكن نشغل المطعم لحضرتك اللي انت عايزه، محشي ومسقعه وملوخيه وكل ده كومبليمون من المكان يا فندم. بعد ايه بقى يا حبيبي؟ وبعدين المفروض ان ده مكان محترم، يعني تختاروا الناس اللي شغاله فيه هنا بعنايه بدل البي اللي مش فاهم اي حاجه ده. انا بعتذر لسعادتك اهو عن سوء التفاهم. سوء تفاهم؟ انا اعمل بيه ايه يا حبيبي؟ خلاص انا اعصابي فلتت يا فندم يعني انا اعمل ايه لاعصابك واعصاب انا مين يحترمها؟ يا حبيبي. انت المفروض عليك ان انت تتصرف. هتصرف؟ حاضر يا فندم هتصرف. اذبحهولك ابراهيم، امرني امر ولا هتشلك رقبته كده زي الخصايه. لا بلاش ارجوك بلاش. اذبح. لا خلاص يا ابراهيم قوم، ده طلع طيب. يامرني يا فندم، عايز ايه؟ يعمل لك كل اللي نفسك فيه. تحب الشرقي؟ ميوز كده فخده ضاني، تروح تنقع فيها زي الكفار. اغير لك البت دي، اجيب لك نسوان جامده. عايزهم روسيين ولا طليان؟ تسمع مزيكا شرقي ولا غربي ولا بتسمع مهرجانات؟ لا من فضلك انا ما بحبش المهرجانات. اطلع بره يالا، اطلع بره، اطلع بره. بقول لك المطعم مقفول النهارده يا جماعه، احنا كلوز، احنا كلنا النهارده في خدمه سيدنا السيد.